السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة الأولى من سلسلة الأخطاء الشائعة اللي كيرتكبوها الآباء في حق الأطفال ديالهم. كاين بزاف ديال الآباء والأمهات أو المعظم ديالهم كيعتقدوا بأن الغوات والعقاب هو الحل الوحيد باش نربيو به وليداتنا، ولكن الحقيقة العلمية مختلفة. الغوات فقط كيولد لنا الخوف والتوتر، والعقاب المفرط ما كيعلمش الطفل الصح من الغلط، فقط كيخليه كيهرب وكيهاجم. اليوم غادي نفهموا بأن الغوات كيأثر على دماغ الطفل، ونكتشفوا الحلول العلمية والواقعية بطريقة ذكية نربيو بها الأطفال ديالنا بالهدوء وبكل حب وحب. غادي نعرفوا أيضا التأثير ديال الغوات والعقاب علميا. الغوات كيخلي الطفل يفرز واحد الهرمون، هذا الهرمون هو اللي مسؤول على التوتر والقلق، هرمون الكورتيزول. والضغط المستمر كيأثر على القشرة المخية الأمامية المسؤولة على تركيز والاتخاذ القرارات. الطفل كيتعلم أن الصح مرتبط بالخوف وماشي بالفهم. أحيانا الطفل ما كيعرفش راسو علاش تضرب، وما كيعرفش راسو علاش كيغوتوا عليه، حيتاش هو ما فاهمش. يعني الطفل محتاج أننا نفهموه ونشرحوا له ونعملوا له الحدود الصح من الغلط. والنتيجة د هادشي كيخرج لنا الطفل كذاب. علاش كذاب؟ ديما كيبغي يخبي الحقيقة باش أنه ما يغوتوش عليه وما يضربوش، وكيرجع طفل عدواني ومهاجم. والصح ما كيتعلمش الصح من الصح، كيتعلموا فقط من الغلط. وهنا غادي نعطيكم بعض الأمثلة الواقعية، وغادي نعطيكم الحلول العملية وذكية. مثلا الطفل مثلا كيكفح الماء، أو مثلا العصير، الحليب، أي حاجة سائلة. وهنا كملاحظة غادي نعطيها لكم: الطفل في السنوات الأولى ما يكون كيتعلم ياكل، ولا مثلا حتى ل5 سنين، ديما نعطيوه ياكل في واحد البلاصة اللي يمكننا ننظفوها بسرعة، واللي حتى الأم ما يكونش عندها فيها مشكل. مثلا ماشي بحال الصالون ولا شي غرفة مثلا كتكون مجهزة، يعني كيكون كيصعب على أن بعض البقع تزول. يعني كنفضلوا أننا نعطيوه مثلا واحد الطبيلة ديالو، كرسي ديالو ياكل فيهم، حتى لا كفاح شي حاجة كتجينا بسرعة أننا ننظفوها. مثلا الأم كتبقى تغوت: واش ما شفتيش، وعلاش هرقتي، وعلاش عرفتي، كتبقى تغوت بواحد الطريقة. هو الطفل حتى الحركة ديالو كتكون مازال ما مكتملة، يقدر بعض الحاجات تجيه سخونة، باردة، شي حاجة تجيه ثقيلة، يعني هو حتى الحركة كتكون مازال ما كيتحكمش فيها مزيان. يعني فعوض ما نبقاو نهاجموه، نمشيو عندو ونقولوا له ماشي مشكل، وقع الغلط، ولكن المرة الجاية خصنا ننتبهوا نركزوا مزيان، وآجي أنا وياك نتعاونوا أننا ننظفوا هاد الشي بجوج. هنا الطفل غيعرف راسو عمل غلط، وغادي يتساعف معاك فقط بالهدوء. المثال الثاني: مثلا جوج ديال الخوت مثلا كيكونوا الأطفال مثلا توأم ولا في سن واحد ولا قرابين في السن لبعضياتهم، كيضربوا مثلا واحد ضرب آخر. مثلا الأب ولا الأم كيغوت: علاش ضربتيه، علاش. هنا ما خصناش نغوتوا عليه. الطفل خصنا نشدوه من يدو ونهضروا معاه: راك عملتي غلط، ما كانش خصك تضرب خوك ولا اختك، حيتاش هو اختك وحيتاش هو خوك. حنا خصنا نكونوا كنلعبوا مع بعضياتنا مزيان، وخصنا نفهموه بزاف ديال الامور في عود ما نغوتوا عليه. و... وتعلموا الأطفال يطلبوا السماحة مزيان. الأطفال يتعلموا يطلبوا السماحة: غلط اسمح لي. مثلا تقدر مثلا يكون دالو اللعبة ديالو، ولا مثلا ضربه ولا شي حاجة، يعني هو ما عمل واحد ردة الفعل إلا وراه كاينة واحد الفعل. ديما خصنا نفهمو ونفهمو، وديك الساعات يتعلموا الأطفال أنهم يطلبوا السماحة. مهمة هاد القضية حتى مع الوالدين، حتى هو يبقى يتعلم يطلب السماحة منكم إلا شي نهار مثلا غلط. عندنا المثال الثالث: مثلا طفل ما بغاش ياكل، كتبقى تقول له: لا كل دابا، ولا ما كليتيش دابا ما غاديش نخرجك، الا ما كليتيش ما غاديش نعطيك الحلوى، ولا بغيتي الحلوى كل، بغيتي الكره كل. كتبقى ت... ت... يعني الماكله كتربطها له بحاجه اخرى. لا، ما نربطها له بحتى شي حاجه. غادي تقول له: يا بغيتي تاكل دابا يا غتاكل من بعد 10 دقائق. صافي لا، شنو تفضل، واش دابا ولا بلاتي؟ قال لك بلاتي، خليه بلاتي وعطيه ياكل.
صافي، ما بغاش ياكل، ما بغاش ياكل. ما كاين حتى شي حاجة بزاز وما تبزوش على الأطفال ديالكم، حتى شي حاجة ما بزاز، باش ما يكره حتى شي حاجة. كاين ديما بالخاطر وديما عطيه الاختيارات، يا هادي يا هادي. ملي كتعطيه الاختيارات كتقوقع له الدماغ ديالو، كتعمل له الحدود، ما يبقاش يفكر بزاف وغادي يمشي مع الحلول اللي بغيتي انت. وكذلك هذا الحل هذا مزيان غادي تستعملوه في بعض بزاف ديال المواقف، ولا بزاف ديال كيوقعوا مع وليداتكم صغار. ديما عطيه الاختيارات، الاختيار كيخليه محدود، يعني يا هادي يا هادي، باش هو ما يفكرش من بعد شنو كاين. مثلا الطفل ما بغاش يشارك الالعاب ديالو مثلا مع خوه ولا مع اختو، ولا مثلا جاو عندهم شي ضياف وعندهم حتى هو اطفال ما بغاش يشارك مع الالعاب ديالو. هنا ما خصناش نغوتوه، وما خصناش نغوتو عليه حدا الناس، وما خصناش نضربوه. الحل هو أنه مثلًا تقول له واش ممكن تعطيها له غير واحد شوية ويرجع لك مدة قصيرة 5 دقايق 10 دقايق، وحتى لا ما بغاش راه ما بغاش. حيتاش ديالو، الملك ديالو هنا باش الطفل يتعلم أنه عنده شي حاجة ديالو. ما يبقاش زعما الطفل ديما خايف أن تقدر تكون شي حاجة ديالو يقدر يديها له شي حد في أي لحظة، فهمتوا؟ راه كاين بعض الحوادث كيوقعوا يعني يوميًا، يعني الإنسان ما كيردلهمش البال، ولكن كيكون الصدى ديالهم على المدى البعيد. الطفل مثلًا رفض أنه يلبس مثلًا واحد اللبسة ولا واحد السترة ولا واحد السروال، ما بغاش. غادي تقول له يا غادي نلبسو التريكو الكحل ولا التريكو الخضر، ولا غنلبسو هادي ولا هادي. هادشي اللي كاين، هاد جوج الحلول اللي كاين، يا هادي يا هادي. وهو ديك الساعة تيبزز منو غادي يختار واحد فيهم. فقط أن الطفل ديما نحاصروه، ما عمرنا ما نخليوه التفكير ديالو في الأول هكا عشوائي. ديما عمل له الاختيارات، يا هادي بغيتي هادي، بغيتي هادي ما بغيتيش. هادو هما الحلول اللي كاين، يعني ما كاينش التالتة. بالنسبة أيضًا الطفل خصنا نعلّمو الطفل في الأول كيكون عشوائي طبعًا، كيكون كيلعب ويسمح في الألعاب، كيكون كياكل ويسمح في داكشي اللي كلا فيه. يقدر يسمح مثلًا في الملونات والكتاب ديالو، أي حاجة يقدر يسمح فيها. ولكن لا، من بعد خصنا نعلّمو الطفل ديالنا بأننا خصنا نتعلمو الترتيب ونتعلمو التنظيم. لعبنا خصنا نجمعو، كلينا خصنا حتى هو تعلمو الطفل أنه مثلًا كلا يهز الطبسيل والكاس ديالو يجيبو للكوزينة. علموا الطفل ديالكم أنه مثلًا ملي كنفيقوا خصنا نجمعوا بلاصتنا. علموا الأطفال ديالكم بأن ملي كنجيو للمدرسة كنبدلوا الملابس ديالنا، والملابس اللي كانوا برا خصهم يتطواو، ولا كانوا موسخين ها البلاصة د الوسخ علموا هاد الشي للأطفال ديالكم. هاد التربية هادي مهمة جدًا، جدًا، نغرسوها في النفوس الأطفال ديالنا. وهنا غادي نعطيكم بعض الحلول ذكية باش نتجنبوا الغوات والعقاب. أول تقنية، أنا صراحة هاد التقنية مهمة للأمهات والآباء قبل الأطفال ديالهم. هو الطفل مثلًا ملي كيعمل شي حادثة في الدار، طيح شي حاجة، هرس شي حاجة، خربق لك شي حاجة، رول لك شي حاجة، خُذ واحد دقيقة شهيق، توقّف ثم زفير، تكالما في العقل ديالك، يعني التوتر ديالك يعني ينخفض. وداك الساعاتي حاول على أن ردة الفعل ديالك ما تكونش جارحة. انتبهوا للكلمات اللي كنقولوهم للأطفال ديالنا، ونحاولوا أنك الأم أو الأب أنهم مع الأطفال ديالهم أنهم يصلحوا داك الشي. وطبعًا نفهموهم، لأن الطفل في الأول راه ما كيكونش فاهم. هذا هو الغلط اللي كيوقعوا فيه الآباء، كيسحب لهم بأن الطفل راه كيفهم. لا، راه هو ما كيفهمش، يعني هو مازال يعني كيتعلم، مازال يعني كيتعلم شوية بشوية حتى كيولي يعرف الصح من الغلط. الحاجة الثانية هو وصف السلوك بلا حكم. الأطفال خصنا نركزوا على أننا ما نقولهمش الكلمات جارحة. طبعًا الكلمات الجارحة كتبقى في النفوس ديال الأطفال ديالهم. مثلًا في بلاصة ما نقول له راك كتبرزطني، ولا قُل له واش ممكن تخفّض الصوت ديالك حيتاش كنحس براسي فقدت التركيز. الطفل في الأول إلا بدينا معاه التربية بالهدوء، تيقوني غادي يطلع طفل هادئ جدًا. والأطفال اللي كتكون فيهم فرط الحركة، كاين بزاف ديال الأسباب، وغادي نعمل لكم حلقة عليها إن شاء الله. الطفل فرط الحركة راه ماشي غير هكاك، حيتاش هو ما كيتخلقش فيه فرط الحركة. فرط الحركة كيكتسبها، ولكن كيكتسبها بزاف ديال الحوايج. الطفل كيقدموا ليه منذ الولادة باش كتولينا فيه فرط الحركة. غادي نمشيو للنقطة الثالثة، هي التوجيه البصري. الطفل ملي نبغيو نهضروا معاه أو نوصلوا له واحد الفكرة أو غلط، باش نصحوا له الغلط ديالو،
ديما ننزلوا لعندو، تكون الرؤية ديالنا يعني في نفس المسافة، يعني بين الأعين ديال الأم ولا الأب مع الأعين ديال الطفل أو الأطفال ديالكم، تكون في نفس المسافة باش يحس بالأمان. إلا كان نتا واقف وهو صغيور غيبقى يحس براسو ماشي في أمان. الحاجة الثالثة هو أن الطفل ما خصناش نستخدموا معاه جمل معقدة، فقط جمل بسيطة وتكون مركبة كلمة جوج ثلاثة باش يفهم، حيتاش الطفل ما خصناش نعقدوا عليه الأمور في الأول ونمشيو معاه إيطاب باغ إيطاب. آآ وعلّموا ولادكم واحد الحاجة، على أنه آآ طيح شي حاجة خصنا ننظفوها مع بعضياتنا، ج حوايج وخلاهم مليوحين جمعوهم مع بعضياتنا، الألعاب ديالو جمعوهم مع بعضياتنا. في الأول خصكم تعملوا هاد الشي مع بعضياتكم، ولكن من بعد يبقى يعملو بوحديتو. هاد الروتين هذا خصكم تعلموه للأطفال ديالكم. وفي الختام بغيت نقول لكم طبعًا ما كاينش أم كاملة وأب كامل كما لله سبحانه وتعالى، ولكن يمكننا نكتسبوا بزاف ديال الأمور ونتعلموا بزاف ديال الأمور والتربية ماشي صراع وماشي صوت مرتفع، التربية حوار وصوت هادئ أقوى من صوت المرتفع. دمتم في رعاية الله، نتلاقاو في الحلقة الثانية من هاد السلسلة. إلى اللقاء.